جاي احكي لكم القصة من البداية واقول لكم كل اللي نفسكم تسمعوه. كان يا مكان كان في بنوتين، واحدة اسمها آية والتانية اسمها منى. الاتنين كانوا في مرحلة جامعية، واحدة قربت تخلص او في اخر سنة اللي هي آية اللي هو انا الكبيرة، ومنى كانت لسه قدامها شوية. طبعا احنا كنا بنشتغل، ففكرة الشغل مع الدراسة كانت فكرة مرهقة جدا 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 جدا، تؤدي إلى لازم هنيجي على جانب من الاتنين، يا هنيجي على جانب الدراسة يا هنيجي على جانب الدراسة. في الغالب كنا بنيجي على جانب الدراسة. فالموضوع فعلا كان مش لطيف خالص، بغض النظر عن التفاصيل الداخلية التي لا تخص الموضوع. البداية في البداية خالص الموضوع كان فكرة منا. تمام. ما كانش في دماغها تعمل براند ولا أي حاجة خالص من اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي. منا كانت عايزة تفتح مشروع، حاجة تخليها تؤدي إلى إن هي تتحكم في وقتها، اللي هو أقدر أنزل الجامعة، أقدر أروح، أقدر أجي، وهشتغل برضو في نفس الوقت، مش هقصر. عملنا إيه؟ زي ما كل الناس عملت، فتحنا جروب واتساب. حلو، حلو جدا. كانش في دماغنا اي قصص براند خالص. نزلنا اللينك ستوري ويلا ضيفوا صحابكم، وعملنا العروض اللي كلكم بتعملوها، اللي هيضيف 100 شخص هيعمل له خصم او هنعمل له خصم، واللي هيضيف 200 هنعمل له جايزة، والكلام اللي احنا بنعمله ده كله. الدنيا اكيد اول يوم، تاني يوم ما كانتش الطف حاجة، تالت يوم ما كانتش الطف حاجة، كالعادة ما فيش اي حاجة جديدة. وشوية شوية بدأ يجيلنا اوردرز. بصراحة الموضوع في البداية كان إلى حد ما ماشي، اصحابنا وحبايبنا وقرايبنا، ودي تطلب اوردر ودي تطلب اوردر، الدنيا كانت ماشية، ها 3 4 اوردرات بيتحركوا يا دوبك. ولا كان في انستجرام، ولا كان في فيسبوك، ولا كان في اي حاجة في الدنيا. احنا كنا بس شغالين على جروب واتساب. طبعا انا كان ليا سابق عهد مع اليوتيوب من السنة بتاعت كورونا، من 2020. انا كنت حابة اليوتيوب وتعلمت فيه، طبعا كنت لا افقه فيه الالف من كوز الذرة. وكنت حابة ان انا اعمل محتوى، بس طبعا ما كانش ليه اي علاقة بالبراند، لان ما كانش فيه براند اصلا، فاهميني. بلس ان انا اشتغلت كفويس اوفر في كذا حاجة يعني، او كذا قناة. فكان عندي خلفية كبيرة قوي 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 عن اليوتيوب، لان كان بقالي تقريبا 3 سنين ماشية في مجال اليوتيوب، او 4 سنين كمان. يعني الناس اللي هي بتبقى عايزة تبدأ النهاردة تنجح بكرة دي صباح الفل. لا، كان عندي فعلا خلفية عريضة قوي لما بدأت المشروع عن اليوتيوب، نظرا لان انا فعلا كان ليا سابق عهد مع اليوتيوب. طبعا منا كانت رافضة الموضوع من البداية اصلا، اللي هو لا سوشيال ميديا ايه وبتاع ايه، احنا مش هننزل كونتنت بالشكل ده، او كانت بتنزل كونتنت بشكل تاني خالص، اللي هي بتحط عليه بقى ميوزك مش عارفه ايه الكلام ده كله. تمام. انا كنت مجرد مساند او مساعد لمنة، يعني اللي هو انا ما كنتش متدخله معاها في البدايه خالص خالص في المشروع. المشروع كان يخص الى حد ما منة اكتر. تمام. طبعا الموضوع مشي شوية، وبعد كده توقف تام 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 تام، اللي هو يعني بننزل وبنتعب وبنروح وبنيجي وبنعمل كل حاجة، ومفيش اي حد بيقول لنا حتى صباح الخير يا ايها الساده الكرام. الموضوع طبعا فشل ذريع. تمام. زائد ان احنا كنا بادئين بمبلغ او راس مال قليل جدا 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 جدا، كانت منا شبه محوشاه من مصروفها. تمام. او انا حطيت جزء وهي حطت جزء برضو من مصروفنا. تمام. والموضوع طبعا ما كانش فيه فلوس ان احنا نطور ولا نصور بشكل كويس ولا نجيب خامات ولا اي حاجه. يعني بقول لكم لو تفتكروا، احنا كنا بادئين ب50 جنيه، فال50 جنيه اساسا جبنا بيها خامات من محل بيبيع قطاعي وكده، وحاجته كانت غاليه جدا، فتقريبا جبنا فرعين رابر وحلقه طاره وحاجات بسيطه بجد. يعني حتى ما كناش جبنا خرز تفسيره في البدايه خالص. تمام. او ما كناش نعرف يعني ايه خرز تفسير اساسا انتوا متخيلين. طبعا اكيد اي حد عارف الخرز وعارف الحاجات دي، خاصه ان احنا واحنا صغيرين كانت ماما بتقعد تجيب لنا الحاجات دي نعمل لنفسنا بقى حاجات على العيد والحاجات دي. بس ما كنتش عارفه يعني اسماء الخرز، ولا ده بتاع ايه، ولا ده بيعمل ايه، ولا الكلام الموضوع ده خالص. حقيقي ما كانش عندي خلفيه بامانه خالص، ولا كنت اصلا متخيله ان انا هوصل للنقطه دي. تمام. فبعد ما الجروب فشل، طبعا اغلقناه وقفلناه ووقفنا المشروع. تمام. توقف تام يعني.
ما فشلش، يعني الحمد لله شبه بعنا الحاجات اللي جبناها، بس خلاص ما عادش حد بيطلب، عمالين يعني نفكر نيجي هنا نروح هناك ننزل صور، نعمل عروض، نعمل اي حاجه في الدنيا، ما فيش اي حد بيدخل الجروب اصلا، ما فيش اي حد. وعلى العكس ده الناس بتخرج، يعني الناس بتخرج بشكل فظيع، لحد ما الجروب قبل ما نقفله اصبح فيه مثلا 10 او 20 بنت، بعد ما كان واصل ل 500 او 600 بنت. تمام، خاصة ان احنا يعني دايرتنا الاجتماعية بصراحة انا ومنا عريضة، يعني كنا بننزل تطوع في فترة الجامعة، ولينا اصحاب، ويعني لينا اكتر من انشطة في حقيقي اجتماعيين يعني. فأدى إلى إن كان في ناس كتير في الجروب، بس بعد كده بصينا لأنهم حرفيا ما يكملوش 50 بنت حرفيا. فطبعا منا قررت اللي هو اقفل الجروب، انا بحرق على الفاضي، انا بعمل اي هبل. تمام، فقفلنا الجروب وتوقفنا حوالي 3 أو 4 شهور. تمام، السنة دي كانت بغض النظر عن الكلام عن تفاصيل حياتي الشخصية، كانت من أصعب السنين اللي عدت عليها في حياتي حرفيا. كان عندي مشاكل كتير جدا جدا، كنت حقيقي محتاجة لفلوس جدا جدا، ما كنتش عارفة اشتغل، دراستي حصل فيها مشاكل كتيرة. مش عايزة ادخل في تفاصيل كتيرة، بس انا بقول لكم تحت بند ان انا كنت واصلة لقمة قمة قمة اليأس حرفيا، وكل حاجة في حياتي باظت، وكل حاجة في الدنيا باظت، وحقيقي وصلت لقمة الانهيار النفسي. تمام، ففي الوقت ده حبيت، يعني انا زي ما بقول لكم انا كنت بحب فكرة ان انا اعمل محتوى او اعمل كونتنت، دي حاجة شغف عندي او هواية عندي. تمام، فالمهم منا كانت رافضة فكرة الفويس اوفر اصلا، يعني هي كانت شايفاها مش لايقة او مش نافعة، يعني فكرة ان انا اتكلم وتعالوا نعمل كذا وتعالوا نحضر كذا. منا كانت رافضة في البداية خالص، الموضوع كان بالنسبة لمنا ايه العك ده، لا مش لايق خالص. تمام، فالمهم انا قررت ان انا هعمل قناة يوتيوب، ومالكيش دعوة يا ستي لو فشلت، انتي مش خسرانة حاجة، ولو نجحت برضو مش خسرانة حاجة. فساعتها نزلت اول فيديو خالص خالص نزلته على القناة، وبدأت احكي القصة بقى من بدايتها، اللي هو فقد الشيء لا يعطيه، من قال كده. لو تفتكر الفيديو ده كان اول فيديو لينا خالص على القناة، كان شورت، كنت بادئه بحاجات بسيطة خالص خالص، وما كانش في التطور ده، ولا كنا بنبيع خامات اصلا. وطبعا الموضوع بفضل وتوفيق من ربنا، اكيد ما كانش ماشي في الاول خالص، ما كانش حد بيطلب، ما كانش حد يعرفنا. تمام، جيت قلت بس حلو قوي، انا هسوق في الجامعه، مفيش مكان انسب من الجامعه اسوق فيه بجد. انتوا متخيلين يعني ايه جامعه وبنات كثيره، ويعني بيحبوا يلبسوا وبيحبوا الاكسسوارز اكيد والكلام ده كله. المهم على الرغم ان انا ما كانش معايا فلوس خالص في الوقت ده، وده قمه الاحباط، بدأت أعمل حاجات، وصممت حوالي مثلا 20 قطعة أو 25 قطعة، أشكال مختلفة تماما مش متكررة، حاجات متغلفة بشكل كويس. نظمت دنيتي، هندلت دنيتي، وقررت إن أنا هسوق في الجامعة. وطبعت ورق، وجبت بونبوني كده اللي هو ايه، كاتبه فيه رقم الواتساب بتاعنا، طبعا ما كانش لسه فيه سوشيال ميديا قوي. كتبت فيه الرقم بتاعنا، بحيث اللي هو على الاقل اتفرجي. ساعتها بجد كان اصعب المواقف اللي يعني عديت بيها في المشروع. كل ما اروح لبنوته في الجامعه، حرفيا حرفيا ما كانش حد معبرني، ولا حد عايز يبص لي اصلا، ولا حد عايز يتفرج. مع ان طبيعي ان الواحد لما بيتحط في موقف زي ده، يعني حتى لو مش عاجباه الحاجه بينبهر، يعني اللي هو ايه، جبر الخواطر. انا الخواطر بتاعتي اتدشملت، اتكسرت، اتطحنت. كل ما اعدي على شله بنات او واحده قاعده لوحدها او كده، اديها حتى البونبوني والنوتس اللي انا كاتبه فيها الرقم، اللي هو اتفرجي، مش عايزاكي تشوفي الاكسسوارز، يعني اتفرجي في بيتكم عادي. كانوا بيرفضوا حتى، اللي هو لا احنا مش بنحب الحاجات دي، احنا مش عايزين. وفعلا في بنات كانت بتتكلم باسلوب مش لطيف خالص، وده اللي استغربته، اللي هو انا لما بتحط في موقف زي ده يستحيل اعمل كده. فطبعا في اليوم ده يعني الجامعه بطولها حرفيا، بغض النظر عن اي ألمونيا قديمه اللي كانت معايا في الفويس، الجامعه بطولها يا جماعه بجد، يعني ما شافش منها غير بنوته. انتم متخيلين بنوته واحده، وكان شكلها متغصب جدا ومتضايقه جدا، واللي هو كانت بتكلمني بقمه القرف. اقسم بالله كان يوم، انا في اليوم ده انا طبعا اكيد مش متضايقه دلوقتي، بس انا في اليوم ده انهارت عياط بجد. دخلت الحمامات وقعدت اعيط قوي قوي، خاصه ان انا كنت رايحه، يعني كان جوايا امل، قلت لو حتى بات يعني اوردرين، يعني الموضوع كان هيبقى بالنسبه لي بيس قوي. وبجد كان الفتره كانت صعبه عليا، قعدت اعيط قوي، وخدت الطريق كله يعني
كاتمه كده حازقه في نفسي ان هو مش عيان بعيط في الشارع، بس كنت بعيط، كانت الدموع بجد بتنزل غصب عني. خاصة ان انا الموقف اولا ما كانش لطيف، ثانيا انا كنت يعني جايبة اخري، الدنيا كلها بايظة، كل حاجة بايظة، كل حاجة بايظة. فرجعت فضلت اعيط قوي بجد وكنت منهارة. بس الحلو في الموضوع فعلا فعلا ان جالي لحظة ادراك ساعتها في نفس اللحظة ان انا بحرق. اللي هو مش ده المكان الصح اللي انا ممكن اسوق فيه، ومش ده انا بعمل حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط انا بعملها، وده اللي كنت مدركاه. ايه هي الحاجه الغلط؟ الله اعلى واعلم، انا ما كنتش عارفه عشان ما كنتش فقيقه ساعتها خالص، ولا كنت فاهمه. مش هقول لكم قد ايه بقى ان انا كنت فاهمه كل حاجه، لا، بس ادركت ان اكيد في حاجه غلط، طالما الموضوع فشل يبقى اكيد في حاجه غلط انا بعملها. المهم ساعتها كان تليفوني حرفيا كنت جايباه من اول الثانويه تمام. كان تليفون اصدار قديم جدا جدا، بايظ جدا، التليفونات اللي هي كانت لسه ببطاريه دي، تمام. البطاريه بتاعته كانت بايظه، كان حرفيا بيفصل من وهو على الشاحن. فكان ما كانش اساسا بيدعم تيك توك، يعني انتوا متخيلين من كتر ما هو كان قديم ما كانش بيدعم تيك توك يعني انا لسه انزل تيك توك واتشهر وكده، تيك توك للبراند يعني، ما كانش بيدعم تيك توك اصلا. والموضوع كان صعب يعني، في الفون ما كانش مساعدني، يعني كل حاجه في الدنيا كانت ضدي، حتى الموبايل انتوا متخيلين. طبعا انا كان عندي خلفيه عن المونتاج وده ساعدني جدا، نظرا لان الكاميرا او الجوده بتاع الكاميرا كانت وحشه، فكنت بحاول اعالجها في المونتاج، يعني اللي هو لو عندك حاجه ناقصه حاول تعوضها في نقطه تانية. فطبعا المونتاج خدمني جدا، الجوده كانت زفت الزفت، فكنت بعوض في ان انا اعدل الالوان، اظبط المونتاج بحيث ان هي تكون الى حد ما مقبوله، تمام. بدأت حرفيا يا جماعة، انا بدأتش بحاجة، انا طبعت ب5 جنيه ورق من بنترست ولزقتهم على الحيطة، يعني اللي هو بجد يعني صباح الفل، ايه الحجج دي يعني انا اوقات بسمع حجج ناس بتبقى عندها كل حاجة وجاية تتكلم معايا في حجج، المفروض بقى ان انا اقول لها يعني احللك بقى ازاي. انا طبعت ب5 جنيه ورق من على بنترست ولزقتهم ببريت ب5 جنيه على الحيطة، يعني اللي هو وبدأت عادي، والفون كان زي زفت. منا اكيد ما كانتش الشخص اللي هيكون ضدي، يعني هي كانت رافضة الفكرة، بس ده اختي يا جماعة، ده انا ماليش في الدنيا غيرك فاهمين. فهي لما لقيت ان انا فعلا ببذل مجهود جبار، ممكن اقعد اشتغل على الفيديو يعني بالساعة والاتنين والتلاتة واليوم كامل، حتة فيديو 10 ثواني ولا 20 ثانية كنت ببذل مجهود فيه فظيع علشان اطلعه الى حد ما شكله مقبول، تمام. فقررت ان هي لا، انا هساعدك حتى لو انا مش حابة الموضوع، انا هساعدك عشانك انتي، عشان احنا بنعمل حاجة ليكي انتي مش لينا احنا الاتنين، ده في البداية خالص. فساعتها التليفون منا كان الى حد ما متوسط الحال، مش كويس برضو يعني، هو كان زي الزفت، كان متوسط الحال، تمام. المساحة بتاعته يا نهار ابيض، عشان كنا نصور فيديو كنا بنفضل طول اليوم نمسح في كل حاجة موجودة في التليفون، والتليفون برضو يقولك مفيش مساحة، يا عم ارحمنا، احنا مسحنا كل حاجة. كان مذلة يعني، احنا ما تزلناش من اي حاجة في الدنيا قد ما تزلنا من التليفونات. وكل كوم وقصة الراجل النصاب اللي كان عايز ينصب على منا في 20,000 جنيه ده كوم تاني. طبعا انا هستخدم معاكم اسلوب شوق ولا تدوق، لان حقيقي ما قدرتش اكمل الفيديو كله في يوم واحد، فانتظروني في بارت 2 اكمل لكم باقي القصة الجميلة اللي حقيقي هتستفيدوا منها وحقيقي عبرة.